اتكلمنا في فيديو قبل كده عن قوانين مهمة بيتم استخدامها من حوالي 120 سنة في مجال المضخات. القوانين دي هي affinity laws أو قوانين التقارب، وبيتقال عليها برضو قوانين المضخات. وعرفنا ان القوانين دي تقدر تتنبأ بالتغيير اللي هيحصل في الفلو والهيد والباور بناء على اي تغيير هيتم في قطر المروحة او سرعة الدوران. وعرفنا من خلالها ان التغيير في الفلو بيتناسب طرديا مع التغيير في القطر او السرعة، لكن التغيير في الهيد بيتأثر بالتربيع، والتغيير في الباور بيتأثر بمكعب التغيير في القطر او السرعة. طيب جميل جدا. النهاردة بقى هنتكلم عن القوانين دي بس من منظور مختلف شوية. عايزين نعرف القوانين دي جت منين، وليه الأس هنا مختلف عن هنا وعن هنا. الطاقة أشكالها وصورها كتير، لكن في طلمبات الطردة المركزية الإمبيلر بيدي طاقة للسائل عن طريق زيادة سرعته، وبما إن سرعة خروج السائل أكبر من سرعة دخوله فده معناه إن حصل زيادة في الطاقة. زيادة في الطاقة اترجمت في صورة تصرف ورفع. طيب منين جت الزيادة في الطاقة؟ السائل بيدخل المروحة وبعدين يكتسب سرعة أو طاقة ويخرج من محيطها الخارجي بسبب قوة الطرد المركزي. وتعالوا نشوف إزاي. في الشكل اللي قدامنا مروحة قطرها 160 ملم، يعني نص قطرها 80 مللي ومحيطها نص متر. تعال نفترض ان المروحه هتعمل لفه كل ثانيه، يعني لو في نقطه على محيط المروحه فالنقطه دي هتتحرك مسافه نص متر، يعني السرعه الخطيه ليها هتكون نص متر على الثانيه. طيب تعال نتخيل نقطه ثانيه على المروحه بس المره دي في نص المسافه، نص المسافه بين السنتر ومحيط المروحه، يعني على دايره نص قطرها 40 ملم. كده المحيط تقريبا ربع متر. كده النقطه الجديده بتاعتنا برضو هتعمل لفه كل ثانية زي اختها، بس المسافة اللي بتقطعها نص المسافة اللي النقطة الأولى بتقطعها، يعني سرعتها هتكون نص سرعة الأولى، سرعتها هتكون ربع متر على الثانية. معنى الكلام ده إن السائل وهو ماشي خلال المروحة هياخد مسار نص قطر عمال يتزايد، وسرعته هتتناسب طرديا مع المحيط عند أي نقطة. يعني زي ما شفنا في المثال بتاعنا السرعة هتكون قليلة أول ما تدخل عين المروحة أو امبيلر آي، وهتزيد وتوصل ربع متر على الثانية عند نص مسار ريش المروحة، وتفضل تزيد لحد ما توصل نص متر على الثانية وهي بتخرج من الريشة. في المثال البسيط ده انت شفت ازاي الامبيلر بيضيف طاقة سرعة للسائل، وان اقصى سرعة وصل لها كانت نتيجة دمج قطر المروحة وسرعة الدوران مع بعض. قلل قطر المروحة او سرعة الدوران وهتلاقي النتيجة ان السرعة المحيطية بتقل. يعني ببساطة الطاقة اللي الامبيلر بيديها للسائل بتقل، ما معناه فلو وهيد اقل. برضه خد بالك في المثال البسيط بتاعنا السرعات قليله جدا، لاننا افترضنا ان سرعه الدوران هي لفه كل ثانيه يعني 60 ار بي ام، لكن احنا عارفين ان الطلمبات بتشتغل عند سرعات اكبر من كده بكتير، ما معناه ان السرعه اللي هيكتسبها السائل هتكون اضعاف الارقام اللي قلناها. يعني طبعا مش هتكون نص متر على الثانيه ولا الكلام ده خالص. انا بسطت الارقام عشان الفكره توصل بس، وعشان اوضح لك الصوره اكتر خلينا نشوف نفس المثال، بس نفترض ان سرعه دوران الطلمبه 1500 لفه على الدقيقه او 1500 ار بي ام، فالسرعات اللي هيكتسبها السائل هتعلى وتوصل ل 6.4 متر على الثانيه بدل ربع متر على الثانيه في الحاله الاولى، وهتوصل ل 12.5 متر على الثانيه بدل نص متر على الثانيه في الحاله الاولى. وزي ما قلنا ده مجرد مثال. طيب خلونا بقى دلوقتي نشوف ازاي قوانين التقارب بتتوقع اللي هيحصل في الفلو والهيد والباور. اول قانون بيبان فيه الكلام ده بشكل واضح، بيقول لك بكل بساطه لما السرعه هتزيد الفلو هيزيد بنفس المقدار، والعكس صحيح. لو قللنا سرعه دوران المروحه بمقدار معين فمعدل السريان بين ريش المروحه هيقل، يعني التصرف هيقل. عشان اوضح لك العلاقه بين السرعه والتصرف تخيل معايا بيستون بامب بتطلع لتر ميه مع كل مشوار للبستون، والبستون بيعمل 60 مشوار كل دقيقه، يعني كده الفلو او التصرف بتاعها 60 لتر على الدقيقه. لو قللنا السرعه ل 30 مشوار يبقى التصرف هو كمان هيقل ويوصل 30 لتر على الدقيقه. الطلمبات الطارده المركزيه سنترفيوجال بامبس تقدر تطبق نفس الكلام عليها، بس الكلام هنا هيكون على سرعه السائل مش الازاحه الميكانيكيه زي حاله البستون بامب. سرعه السائل هنا هي اللي بتسبب الفلو، واي تغيير في سرعه السائل عن طريق تغيير سرعه الدوران او تقليل قطر المروحه فده هيأثر على حجم الميه اللي بيخرج في وقت معين، يعني هيأثر على التصرف بنفس المقدار. نروح بقى للقانون الثاني. القانون الثاني برضو متعلق بالسرعه، بيقول ان الرفع بيختلف بمقدار مربع الاختلاف اللي بيحصل في السرعه. معنى كده ان لو قللنا السرعه للنص فالهيد هيقل للربع، لان نص اس 2 او نص في نص بيساوي ربع. بس السؤال هنا التربيع جه منين؟ عشان نجاوب السؤال ده لازم نفتكر معادله درسناها زمان واحنا صغيرين، معادله السقوط الحر. الفي تربيع بيساوي 2 في جي في الاتش. المعادله دي بتقدر تحسب بيها السرعه اللي جسم بيسقط بيها من ارتفاع معين، او في حالتنا هنا تقدر تقول السرعه اللي نقطه ميه معينه هتقع بيها من ارتفاع اتش. طيب تعالى كده نرتب المعادله دي بشكل تاني.
H بتساوي V تربيع على 2G. زي ما انت شايف الارتفاع او الرفع في حالتنا بيتغير بمربع التغيير اللي بيحصل للسرعة. زود السرعة مرتين هتلاقي الهيد بيزيد 4 مرات وهكذا. طيب يا عم احمد احنا كده شفنا اول قانونين. القانون الثالث بقى أس 3 ده جه منين؟ القانون الثالث ببساطة هو محصلة التغييرات اللي شفناها في اول قانونين، وهو بيقول ببساطة ان الباور اللي البامب بتسحبه بيتغير بمقدار مكعب التغيير اللي بيحصل في السرعة. يعني لو السرعة قلت النص الباور المسحوب هيقل التمن، لانه نص أس 3 او نص في نص في نص يساوي تمن. طيب برضو التكعيب او أس 3 ده جه منين؟ عشان نعرف جه منين خلونا نشوف مثال. معانا طلمبه بتدي تصرف 100 لتر على الثانيه عند رفع 100 متر. تعالوا نفترض اننا قللنا سرعه دورانها للنص، فحسب اول قانونين شفناهم سوا فالطلمبه تصرفها هيقل ل 50 لتر على الثانيه والرفع هيقل ل 25 متر. دلوقتي تعالوا نستخدم القانون اللي قلناه في حلقه حساب كفاءه البمب. هسيب لك لينك الحلقه في الوصف تحت. القانون بيقول في حاله الميه ان القدره المستهلكه للبمب بتساوي تصرف الطلمبه باللتر على الثانيه في الرفع بالمتر على 102، وبعدين نقسم على كفاءه البمب. المهم تعالوا نطبق القيم اللي قلناها من شويه في القانون ده للحالتين، ونحسب الباور المستهلكه عند السرعه كامله وعند نص السرعه، وهنفترض كفاءه البمب في الحالتين 100% للتبسيط. الباور المستهلكه في حاله سرعه الدوران كامله 100 لتر على الثانيه في 100 متر على 102، بكده تكون الباور المستهلكه تساوي 98 كيلو وات. طيب عند نص السرعه 50 لتر على الثانيه في 25 متر على 102، بكده تكون الباور المستهلكه تساوي 12 وربع كيلو وات. هتلاحظ من القيم ان الباور قلت تمن لما السرعه قلت النص. 12 وربع هي فعلا تمن 98. هتقول لي برضو انت ما جاوبتش على سؤال التكعيب في القانون جه منين؟ هقول لك بص يا صديقي على معادله الباور نفسها، بنضرب كيو في اتش. طيب الكيو في قوانين التقارب كانت بتتناسب طرديا، يعني الاس 1، والاتش في قوانين التقارب كانت مع اس 2، والباور زي ما قلنا في معادله الباور بنضرب كيو في اتش، ورياضيا في الضرب بنجمع الاسس. عشان كده انا قلت لك في بدايه الكلام ان القانون الثالث ببساطه هو محصله التغييرات اللي شفناها في اول قانونين. بس كده، اتمنى الفكره تكون واضحه. قولوا لي في الكومنتس حابين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. سلام.